اهلا بيكم في قناة ماجيك سكول. هنتعلم النهاردة مع بعض حركة الكارد كنترول. الكارد كنترول ببساطة هي انك ازاي تقدر تتحكم في مكان كارت معين شخص اختاره، والشخص ده بيكون فاكر ان كارته في مكان عشوائي في نص الكوتشينة، بس الحقيقة ان انت بتكون عارف مكان الكارت وانت اللي بتكون متحكم في مكان الكارت من غير ما الشخص ياخد باله. تمام. فهي ليها كذا طريقة واحنا هنتعلم النهاردة الطريقة الأساسية أو أسهل طريقة، ولما تتعلموها وتتمرنوا عليها وتتقنوها إن شاء الله اكتبولي في الكومنتات، هنزل لكم فيديوهات تاني بحاجات يعني أصعب شوية أو احترافية أكتر يعني. تمام. فمن غير كلام كتير نروح نعمل حركة، بعد كده نروح على الشرح على طول. اول حاجه عشان تعمل الكارد كنترول لازم تتعلم البريك. البريك دي احنا استخدمناها في الدبل ليفت وبنستخدمها تاني دلوقتي في الكارد كنترول. طيب يعني ايه اصلا بريك، ويعني ايه كارد كنترول؟ طيب اول حاجه البريك هي انك بكل بساطه كنا بنعملها في الدبل ليفت، انك بتشيل اول كارتين بالشكل ده وتحط صباعك الصغير تحتهم. تمام. بس احنا في الحركه دي مش هنعمل كده، احنا هنشيل حبه كروت ونحط صباعنا الصغير في النص. يبقى ده البريك اللي احنا هنستخدمه في الكارد كنترول. طيب يعني ايه بقى كارد كنترول اصلا؟ احنا دلوقتي هنخلي الشخص يختار اي كارت مثلا، وليكن اختار الشايب. حلو. وهو بيشوف الكارت انت هتعمل بريك في نص الكوتشينه بالشكل ده بشكل عشوائي خالص. بعد كده هتاخد منه الشايب وكانك بتحطه في نص الكوتشينه، بس الحقيقه ان انت ما بتحطوش في نص الكوتشينه، انت بتحطه عند البريك اللي انت عامله وهتدخله عادي للاخر. طبعا ده من ناحيه الشخص اللي انت بتعمله الحركه ما بيبقاش باين، بس من ناحيتك انت بيبقى باين كل حاجه. حلو. هتعمل ايه؟ اول طريقه لو انت عندك ترابيزه او كرسي، تمام، هتنزل الكروت من فوق حبه صغيرين، بعد كده حبه صغيرين، بعد كده حبه تاني، وهكذا لحد ما توصل للبريك تشيل اخر حبه. تمام. خلاص كده البريك بتاعك خلص، تقوم نزل باقي الكروت كلها، وكده انت بقى معاك الكارت اللي هو اختاره، تحكمت في مكانه خليته اول كارت. طيب نعملها مرة تاني. هتخلي الشخص يختار كارت، مثلا اختار الأربعة، وهو بيشوفها انت هتعمل بريك في نص الكوتشينة بالشكل ده. تمام. هتاخد منه الأربعة وكأنك بتدخلها في نص الكوتشينة. طبعا وانت بتدخلها من ناحيته هو فاكر ان انت بتدخلها في النص، هو ده اللي بيبقى باين، بس انت من ناحيتك لازم تبقى واخد بالك ان محدش يبقى واقف وراك، لان لو حد واقف وراك هيكشف كل الحركة. هتدخل الكارت عند البريك، وبعد كده هتنزل حبة كروت من فوق بالشكل ده، حبة تاني، حبة تاني، لحد ما توصل عند البريك اللي انت واخده. هتشيل كل الكروت دي كده، بعد كده تقوم منزل كل الكروت دي مرة واحدة. اصبح كده معاك الاربعة اللي هو اختارها فوق. تمام. دي اول طريقة. طيب تاني طريقة لو انت ما عندكش ترابيزة او كرسي، لو انت واقف وهو واقف، هي مش مختلفة قوي عن اللي فاتت، بس يعني فيها حاجة زيادة. تخليه يختار كارت. تمام. هو مثلا اختار الاتنين، انت هتاخد نفس البريك بنفس الطريقة، وهتاخد منه الاتنين وتدخلها عند البريك برضه. تمام. بس في حاجة بقى هنا زيادة، هنا مش هتنزل الكروت على طول، لا هنا هتحتاج ان انت واخد البريك وماسك الكروت بالشكل ده، هتجيب ايدك بالشكل ده وهتمسك الكروت بالطريقة دي وتحافظ على البريك، اهم حاجة. تمام. طيب هنعيدها تاني. انت هتبقى ماسك الكروت بالشكل ده وواخد بريك. حلو. هتجيب ايدك بالشكل ده، هتقوم ماسك الكروت من ورا وتحافظ على البريك بالشكل ده. طب ومن قدام بصوابعك دي هتكون ماسك الكروت بالشكل ده، طبعا انت لسه محافظ على البريك. تمام. هتيجي تاخد الكروت من تحت بالشكل ده وتحطها فوق، حبة كروت من تحت تحطها فوق، حبة تاني من تحت وتحطهم فوق، لحد ما توصل للبريك اللي انت واخده وتحطه فوق. بعد كده مش هتاخد كروت تاني. اصبح انت كده معاك الاتنين القلب فوق اللي هو اختاره. طيب هنعيدها مرة تاني. هتخلي الشخص يختار كارت، وهتعمل البريك بتاعك عادي زي ما اتعلمنا مع بعض. هتاخد الكارت اللي هو اختاره العشرة، تحطها عند البريك. بعد كده هتحتاج تمسك الكروت بايدك اليمين، هتيجي تقوم ماسك الكروت كده بصوابعك دول من قدام ومحافظ على البريك من ورا. حلو. بعد كده هتاخد حبة كروت من تحت تحطهم فوق،
حبة تاني من تحت تحطهم فوق بالشكل ده، حبة تاني فوق لحد ما توصل للآخر خالص، وتقوم واخد آخر كروت دي تحطها فوق كده، مش هتاخد كروت تاني. حلو، أصبح كده معاك الكارت اللي هو اختاره اللي هو ال10 أول كارت. ودي طريقتين لأسهل طريقة تقدر تتحكم فيهم بالكارت اللي الشخص هيختاره. اتمرنوا عليهم كويس جدا، اتمرنوا عليهم كتير، عيد الفيديو اكتر من مرة لو ما فهمتهاش من اول مرة، وخصوصا تاني حركة هي صعبة شوية، بس هتاخد مثلا يومين 3 تدريب مش اكتر، ان شاء الله هتتقنوها. لو عجبك الفيديو، لو شايف انك حابب تتعلم خدع اكتر، مهتم بالمجال ده، ما تنساش تعمل سبسكرايب وتدوس على الجرس، ما تنساش اللايك والشير اهم حاجة، عشان ان شاء الله باذن الله هنزل اكتر من فيديو في الاسبوع. خليك انت اول شخص تشوف الفيديوهات دي، خليك متابعني على طول، اكتب لي في الكومنتات لو عايز اشرح خدعة معينة او حركة معينة، وانا هقرا كل الكومنتات، وباذن الله هعمل لكم كل حاجة انتوا هتطلبوها.